بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، السلام عليكم. نلتقي اليوم في حلقة جديدة بعنوان الأمن أساس الحياة. لا شك أن خدمة الأمن للإنسان ضرورة من ضرورة الحياة البشرية وعامل أساسي لدوامها، لكون ذلك لا يقل في الشأن عن الطعام اللازم للإنسان. فإذا كان الإنسان يرى أن العيش بدون طعام ولا شراب مستحيل في حياته، فإن الأمر كذلك بالنسبة للأمن. وقد تحدث القرآن الكريم في العديد من الآيات عن الأمن، بل جعل الأمن مصاحبا للطعام في الحياة البشرية، لقوله سبحانه وتعالى في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. فالإنسان ما دام في حاجته إلى الطعام والشراب فهو في أمس الحاجة إلى الأمن. هذا القدر وتلك المكانة التي بينتها الآية الكريمة توضح لنا مكانة وظيفة الأمن الشريفة في الحياة البشرية، الشيء الذي يستدعي منا الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعلى هذا الأساس أذكركم إخواني أخواتي بيوم 16 ماي 1956، وهو اليوم الذي تأسست فيه المديرية العامة للأمن الوطني بمبادرة من المغفور له محمد الخميس طيب الله ثراه، وتسعى إلى الدفاع عن مقدسات وثوابت الدولة والحفاظ على النظام العام والحرص على تطبيق الأمثال للقانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تعمل على تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية والوطنية. وفي هذا التاريخ بالضبط من كل سنة تحتفي أسرة الأمن الوطني المغربي بتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني لتستحضر بكل إجلال وخشوع فضل القائدين الراحلين المغفور له جلالة الملك محمد الخميس والمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. وبهذه المناسبة يسعدني ويشرفني أن نهنئ إخواننا وأخواتنا نساء ورجال الشرطة ناشطين ومتقاعدين من طنجة إلى القويرة، وعلى رأسهم السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي أعتز وأفتخر بوجوده على رأس هذه المديرية العامة تحت القيادة الحكيمة السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. ولا يخفى على أحد مدى أهمية القوات الأمنية بصفة عامة في حياة الفرد والمجتمع، لكون الوظيفة الأمنية سامية ومهمة في نفس الوقت، ودورهم كبير وجلي في خدمة الوطن والمواطن. وقد نشاهد بأم أعيننا رجال الأمن الوطني والجيش والدرك والقوات المساعدة وغيرهم من القوات العمومية يمنحون وقتهم الكافي لعملهم، ويبذلون كل ما في وسعهم من جهد بما لهم من قوة وعزم ونكران الذات، ليلا ونهارا صيفا وشتاء، بل يقدمون المزيد من غير تردد كلما استدعت الضرورة لذلك. ولا ننسى بأنهم يواجهون المخاطر يوما بعد يوم ويقتلون شهداء لكي نعيش نحن في أمن وسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويسدد على درب الخير خطاهم، فهم الذين يتصدون لكل من يريد الشر للوطن وللمواطن بكل ما لهم من ثقل، غير مبالين بما قد ينتج عن عملهم من مشاكل أو مخاطر. ومن أجل ما سبق ذكره يجب علينا كمواطنين محبي الأمن والأمان أن نعتز برجال أمننا ونحمد الله على نعمة الأمن في وطننا الحبيب. وأقل ما نقوم به في حق هؤلاء الرجال
هو أن نقوي إيماننا وثقتنا فيهم بعيدا عما يقال وعن الاعتقادات السلبية. وفي نفس السياق اسمحوا لي أن نشارك معكم هذه الكلمة المتواضعة بعنوان: الأمن رمز المواطنة والسلم والأمان. نحن في بيوتنا نائمون في أمن وسلام بفضل أعين ساهرة من أجلنا، وكلما شاهدنا الشرطي والشرطية بشوارع مدننا تتقوى قلوبنا إيمانا برجال أمننا. وعند رؤيتنا سيارة الأمن بألوان أضوائها تسير ببطء ندرك ساعتها أن الأمن بجانبنا يحمينا. وعند رؤيتنا القوى الأمنية جنبا إلى جنب فهذا هو الأمن بأصنافه يحمينا ويراقب من أجلنا. نحن مؤمنون وواثقون في رجال أمننا، فنحن منهم ولا شك أنهم منا، وحماية الوطن والمواطنة تجمعنا، والعيش في السلم والأمان غايتنا. وفي أي حال من الأحوال الله حارسنا، والله الوطن الملك شعارنا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوع اليوم، متمنيا أن تكون كلماتي هذه خفيفة عليكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته.